بيبدأ فيلمنا بطفل اسمه مواكلي وهو بيجري في الغابة من حيوان مفترس، ولما بيحاول انه يهرب منه وبيطلع على الاشجار بيدوس على غصنه وبيتكسر وبيقع موكلي وبيهجم عليه حيوان مفترس. لكن وقتها بنعرف ان الحيوان ده صاحبه وان اسمه بغيرة، وبيطلع ان هو بيدربه على الهروب من اي خطر يحصل له. وموكلي بيكون متضايق ان هو فشل في التدريب، وبيبدأ بغيرة ان هو يعرفه ان مش كل غصن قدامه المفروض ان هو يدوس عليه، ولازم ان هو يركز قبل ما يدوس على اي حاجة ويتأكد اذا كانت هتستحمله ولا لأ. وبنعرف بعدها ان بغيرة هو اللي لقى موكلي وهو طفل صغير في الغابة، وعلشان يحميه من الخطر خدوا الأكيلة قائد الذئاب علشان يربوه وياخد باله منه. وركشة مرات أكيلة اهتمت بموكلي وربته كأنه ذئب زيهم، ولما بيكبر في وسطهم الذئاب الصغيرة بتكون بتحب مواكلي جدا، وبيكون في ذئب في وسطهم اسمه جراي مواكلي كان بيهتم بيه زيادة عنهم كلهم. وبعدها بتعدي الشهور وبيجي موسم الجفاف، وفي الوقت ده من كل سنة بيكون ممنوع الصيد وكل الحيوانات بيكونوا أصحاب، وده لأن بيكون في منبع واحد بس في الغابة بيتجمعوا حواليه كل الحيوانات علشان يشربوا. وموكلي كان بيتحرك في وسطهم أكنه زيهم، ولما معرفش إن هو يشرب معاهم عمل حيلة واستخدمها علشان يقدر يشرب. لكن لما ركشة بتشوفه بتكون متضايقة منه وبتقوله مادام هتعيش معانا مفيش داعي إنك تستخدم الحيل البشرية تاني. وفجأة كل الحيوانات بيسمعوا صوت غريب، وأكيلا بيطلع على الصخرة علشان يشوف في إيه، وبيطلب من مواكلي إن هو يستخبى. وفي الوقت ده بيظهر شريخان أقوى وأشرس نمر في الغابة، ولما بينزل يشرب الحيوانات كلها بتكون خايفة منه، وبحاسة الشم القوية اللي عنده بيقدر يعرف ان في بشري موجود في وسطهم. واكيلا بيعرفه ان البشري اللي موجود هنا يخصنا كلنا، وركشة بتقوله ان مواكلي متربي في وسطنا كأنه واحد مننا. لكن شريخان ما بيهموش كل الكلام ده، وده لان زمان واحد من البشر عور شريخان في وشه، ومن الوقت ده وهو بيكره الجنس البشري كله، وبيهددهم ان هو لو رجع تاني بعد موسم الجفاف ولقى مواكلي هيقتلهم وياكلوا قدامهم كلهم من غير اي رحمة. وبعدها بتعدي الأيام وبتيجي الأمطار وبيخلص موسم الجفاف، وبكده الحياة الوحشية في الغابة هترجع تاني، والقوي هياكل الضعيف علشان يقدر يعيش. وكل الذئاب بتكون خايفة على مواكلي لأنهم كانوا عارفين إن لو شريخان شافه هياكله. واكتر ذئب بيكون خايف عليه هو جراي، وبيكون قاعد جنب مواكلي طول الوقت وما بيرضاش ان هو يسيبه ابدا. وفي الوقت ده مواكلي بيقرر ان هو يسيب المكان كله ويمشي علشان قطيع الذئاب ما يتعرضش للخطر بسببه. لكن ركشة بتكون رافضة لانها كانت حاسة ان مواكلي ابنها، لكن مواكلي بيحاول ان هو يفهمها ان هو ده الحل الوحيد، وبيأكد لها ان هو عمره ما ينساهم ولا هينسى كل اللي هم عملوه علشانه. وبعدها بيودعهم وبيمشي، والكل بيكون زعلان على فراقه، وبغيرة بياخده وبيحاول ان هو يوصله لأقرب مكان امان. ولما بيقابلوا قطيع الافيال بغيرة بيطلب من مواكلي ان هو يديلهم التحية لان الافيال تعتبر اسياد الغابة. ولما بغيرة بيعرفوا ان هو هيفضل معاه لحد ما يلاقي اي بشر ويسلمهم ليه، مواكلي ما بيكونش حابب ده وبيطلب منه ان هو يسيبه مع اي قطيع من الحيوانات وهو هيقدر يتأقلم ويعيش معاه. لكن بغيرة بيرفض وبيفكروا بشريخان وبيعرفوا ان الغابة كلها دلوقتي خطر عليه. وفجأة بغيرة بيحس بالخطر لأنه بيشم ريحة شريخان، وفعلا إحساسه بيطلع صح وشريخان بيهجم عليهم، وبيقدر بغيرة إن هو ينقذ مواكلي منه، وبيفضلوا هما الاتنين يتعاركوا مع بعض. وبغيرة بيطلب من مواكلي إن هو يهرب بسرعة، ولما شريخان بيشوفه وهو بيجري بيطلع وراه، والجاموس الوحشي بيخاف وبيفتكر إن شريخان بيجري وراه هو. ولحسن حظ مواكلي واحد منهم بيخبط في شريخان وبيعطله، وبعدها موكلي بيقع من على الجبل وبيمسك في واحد من الجاموس دول وبيقدر ان هو يبعد بعيد عن الخطر. وشريخان بيكون متضايق جدا لانه كان نفسه ان هو ينتقم من مواكلي. وبعدها بنرجع تاني للذئاب وبنشوفهم وهم بيلعبوا، بس جراي بيكون رافض ان هو يلعب معاهم لانه كان زعلان ان مواكلي سابهم ومشي. وركشة بتحاول ان هي تهديه وبتعرفه ان هي كمان زعلانة. وفجأة بتشوف شريخان وهو رايح لأكيلا جوزها علشان يتكلم معاه، ولما بيسألوا عن مواكلي أكيلا بيعرفه ان هو مشاه من الغابة وبيكذب عليه، وبيعرفه ان مواكلي دلوقتي بقى مع البشر اللي زيه. لكن شريخان بيكون متضايق جدا ومش مصدقه في اي كلمة قالها، وفجأة بيهجم عليه وبياخده وبيهدفه بعيد وبيقتله. وبيقول لقطيع الذئاب ان هو على استعداد يقتلهم كلهم لو ما قدرش ان هو يوصل لمواكلي وينتقم منه. وفي الوقت ده بنشوف مواكلي وهو نايم على ظهر الجاموس من التعب، وبيفوق من قوة صوت انهيار الجبال من قوة الأمطار. وفي آخر لحظة بيقدر إن هو ينط في البحيرة وبينقذ نفسه، وبيلاقي قدامه غصن شجرة وبيركب عليه وبيفضل ماشي بيه لحد ما بيلاقي نفسه في مكان مخيف. وفي الوقت ده مواكلي بيكون جعان جدا وبيحاول إن هو يشوف أي فاكهة ياكلها، وبعد ما بيجمع الفواكه بتيجي الحيوانات وبتسرقها منه. ولما بيجري وراهم ويحاول إن هو يمسكهم بيلاقي قدامه أناكوندا عملاقة جاية في الطريق ليه وبتحاول إن هي تطمنه،
وبتطلب منه يبص في عينيها وهو يعرف الحقيقة كلها. وفي الوقت ده بيشوف شريخان وهو بيتخانق مع واحد من البشر، وبيطلع ان الشخص اللي شافه ده يبقى هو ابوه اللي عور شريخان في وشه قبل ما شريخان يقتله. ولحسن حظ مواكلي وقتها ان شريخان ما بيشوفوش بعد ما بيقتل ابوه بيمشي، وبيجي بغيرة وبياخد مواكلي وبيوديه لقطيع الذئاب. وبيفضل مواكلي سرحان في اللي شايفه لحد ما بيلاقي ان الافعى غدرت بيه ولفت عليه بكل عضلاتها علشان تبلعه. وفجأة بيلاقي دب ضخم هجم على الافعى وقدر ان هو ينقذه منها. وبعدها مواكلي بيقع وبيفقد الوعي، ولما بيفوق بيتخض لما بيشوف الدب قدامه، لكن الدب بيحاول ان هو يطمنه وبيعرفه ان هو اسمه بالو وان هو اللي انقذه من الافعى قبل ما تاكله. وبيطلب من مواكلي ان هو يساعده ويتسلق الجبل ويجيب له عسل من اللي فوق. وعلى الرغم من ان المسافة كانت عالية جدا، مواكلي بيوافق ان هو يساعده وبيعمل حبل من الشجر وبيقدر ان هو يتسلق الجبل لحد ما بيوصل للعسل. لكن للأسف النحل بيفضل يقرص فيه وبيقدر ان هو يتحمل الألم لحد ما بيوقع له العسل تحت. وبعدها بالو بيفضل ياكل وبيشكره جدا ان هو ساعده. وبعدها مواكلي بيطلب منه ان هو يوديه لاي مكان فيه بشر، وبالو بيعرفه ان هو عارف المكان اللي هم عايشين فيه. وبيفضلوا ماشيين في الغابة لحد ما الليل بيجي وبيوصلوا وبيوريه مكانهم من بعيد. لكن بالو بيترجاه ان هو يفضل معاه ويجيب له باقي العسل، لان لو ما كلش عسل بكمية كافية قبل دخول الشتاء هيموت. ومواكلي بيوافق ان هو يفضل معاه لحد ما يجيب له كل العسل اللي موجود. لكن المرة دي بيحاول يجهز نفسه علشان ما يتلسعش من نحل، وبيطلع وهو مغطي جسمه بورق الشجر وبيوقع لبالو كميات كبيرة من العسل. وفي الوقت ده بالو بيحب مواكلي وكان بيتمنى ان هو يفضل معاه على طول وما يسيبوش ويمشي. وفجأة بيلاقي بغيرة واقف قدامه وبيجري عليه وبيحضنه، وكان فرحان جدا ان هو شافه تاني. وبعدها بيفضل يحكي له على كل اللي عمله وبياخده علشان يتفرج على كل العسل اللي هو جابه. لكن بغيرة بيكون متضايق منه لانه برضه استعمل حيل البشر، على الرغم من ان هم كلهم قالوا له زمان انه مادام هيعيش في وسطهم ما يستعملش الحيل بتاعتهم. وفي الليل مواكلي بيسمع صوت غريب وبيروح علشان يشوف في ايه، وبيلاقي ان في مجموعة افيال واقفين، وبيكون في فيل صغير وقع في حفرة ومش عارفين يطلعوه. وما كانش قدامه في الوقت ده غير ان هو يستعمل حيل البشر اللي بغيرة رافض ان هو يستخدمها. وبيرجع بسرعة وبيجيب الاحبال اللي كان عاملها علشان يجيب العسل، وبينزل يربط الفيل والطرف التاني بيربطه في انياب فيل من اللي واقفين فوق. وبيبدأ ان هو يرجع الفيل ده لورا ويطلع الفيل الصغير وينقذ حياته. وفي الوقت ده بغيرة بيعرف ان في اوقات لازم ان مواكلي يستخدم فيها الحيل البشرية. وبعدها بالو بيترجى بغيرة ان هو يخلي مواكلي معاه ما ياخدوش، لكن بغيرة بيعرفه ان وجود مواكلي في الغابة خطر، وده لان شريخان بيدور عليه ونفسه ان هو ينتقم منه. ولما بالو بيعرف ان حياة مواكلي في خطر بيروح له وبيطلب منه ان هو يمشي من هنا بسرعة. لكن مواكلي بيقول له انا قررت ان اقعد معاك وما سيبكش تاني. وعلى الرغم ان بالو بيتمنى ان مواكلي يقعد معاه، بيحاول يمثل عليه ان هو كان عايزه المصلحة وانه من بعد ما جاب له العسل مش محتاج له في حاجة، وبيقول له انت اصلا مش صاحبي علشان تقعد معايا. وطبعا مواكلي بيكون مصدوم من اللي هو سمعه وبيسيبه وبيقرر ان هو يمشي من المكان ده. وبعدها بيعرف من بغيرة ان اكيلا مات، فبيقرر ان هو ينتقم من شريخان حتى لو حياته هتكون التمن. وبيفضل يجري لحد ما بيوصل لقرية البشر، وبيقدر ان هو ياخد شعلة من النار ويجري بيها. لكن وقت ما كان بيجري بتقع منه حتة نار صغيرة وما بياخدش باله منها. وبعدها بيوصل للمكان اللي موجود فيه قطيع الذئاب، وبيفضل ينده لشريخان علشان يجيله. وشريخان بيجي وبيقول له انا كنت متأكد لما اقتل اكيلا وانت تعرف هتيجي علشان تنتقم. يعني قتل شريخان لاكيلا كانت خطة هو حاططها. وفي الوقت ده شريخان بيكون خايف من النار اللي في ايد مواكلي، لكن ما بيرضاش ان هو يعرفه ده. وبيلاحظ ان كل الحيوانات اللي حواليه خايفة هي كمان من النار، فبيلعب على النقطة دي لحد ما مواكلي بيرمي النار علشان الحيوانات ما تخافش. وبتكون دي اللحظة اللي شريخان مستنيها علشان ينتقم منه. بس كانت الصدمة ليه لما بيقرب منه وبيلاقي ان بالو وبغيرة جايين له وكل الذئاب واقفة مع مواكلي. وشريخان بيكون متضايق جدا وبيهجم على بالو، ولما الذئاب بيشوفوه بيهجموا هم كمان عليه. لكن لما مواكلي بيتحرك بغيرة بيمنعه لانه كان خايف عليه. وفي الوقت ده بغيرة هو اللي بيطلب منه ان هو يستخدم الحيل البشرية، ومواكلي بيكون فرحان جدا وبيجري ناحية النار. ولما شريخان بيشوفه هو لوحده بيجري وراه، ولما بغيرة بيحاول ان هو يمنعه شريخان بيهجم عليه وكان هيقتله. وبتيجي الذئاب وبتقدر ان هي تنقذ بغيرة. وفي الوقت ده مواكلي بينقي شجرة غصونها ميتة وبيطلع عليها وبيقدر ان هو يعمل حبل من الفروع بتاعتها. وبعدها شريخان بيطلع له وبيفضل يبصله بكل انتقام، وكان حاسس ان هو هيقدر ينتقم منه في الوقت ده. وفي الوقت ده مواكلي بيربط الحبل وبيحدفه، وبيكون واقف على غصن ميت ما يستحملش وزن كبير. وبعدها بيعرف شريخان ان هو مش خايف منه، وشريخان بيتضايق وبيهجم عليه وبيقف على الغصن الميت. وبيقدر مواكلي ان هو ينط على الحبل اللي هو ربطه،
ولأن الغصن بيكون ضعيف بيتكسر وشرخان عليه وبيقع في وسط النار وبيموت وبينتهي كل الشر معاه. وبعدها بتقابله الأفيال وبتساعده وبيقدروا إنهم يفتحوا ممرات للمية علشان تطفي النار. وبعدها مواكلي بيرجع لحياته تاني وبيقرر إن هو ما يسيبش الغابة أبدا ويفضل عايش في وسط قطيع الذئاب لحد ما يموت. وبيخلص الفيلم على كده. لو كنت مكمل معايا لحد الوقت ده فأكيد ملخص الفيلم عجبك، فياريت ما تبخلش عليا باللايك والاشتراك في القناة علشان تتابع معايا أقوى ملخصات الأفلام. وأشوفكم في فيلم جديد، ويلا سلام.